القصة بدأت في مصنع تجهيز دجاج في ولاية إلينوي. جوه المصنع واحدة من الدجاج اللي كان مصيرها تتحول لقطع دجاج مقلية صغيرة اتعدت بفيروس غامض، والأسوأ من كده إن الدفعة دي من قطع الدجاج اتبعتت على طول لكافيتيريا المدرسة الابتدائية. وقت الظهر واحدة حظها وحش اسمها شيل أكلت بالصدفة واحدة من قطع الدجاج اللي فيها فيروس. وفي نفس الوقت ظهر بطل قصتنا الحقيقي كلينت كان روائي فاشل جاي من نيويورك، واحد طول عمره بيحلم يبقى كاتب، بس المصيبة إن حتى أمه كانت بتكره قصصه. ولما الأمور بقت صعبة عليه رجع بلدته القديمة فورت شيكن وقرر يشتغل مدرس احتياطي في مدرسته الابتدائية القديمة بس عشان يعرف يعيش. أول ما وصل بوابة المدرسة الأمني ريك بيقرب منه وبيحاول يشتري منه مخدرات. كلينت بيبصله باستغراب وقال له يا عم إيه؟ أنا مدرس مش تاجر. وبعد ما خلص نفسه من ريك بالعافية اكتشف إن عربيته متقفلة عليه من مدرس الألعاب الرياضية ويد، وكمان حد كان كاتب شتيمة كبيرة على إزاز العربية. كلينت شاف حواليه لقى عيال مش مهتمين، شتيمة وخناقات. المكان ما كانش باين عليه مدرسة قد ما كان شبه مصحة للمجانين صغيرة. دخل المكتب وقابل وكيل المدرسة سيمز، راجل تقيل وقديم شوية ومؤمن تماما إن العيال لازم ترجع تعيش في زمن ما قبل الموبايلات والتكنولوجيا. سيمز شال موبايل كلينت وهو بيقول بفخر إن دي مدرسة من غير موبايلات، لا للمدرسين ولا للتلاميذ، والكل لازم يعيش طفولة حقيقية. ولما حاول يديه خريطة المدرسة كلينت ابتسم ولوح بإيده وقال ما تقلقش أنا كنت بتعلم هنا. في أوضة المدرسين كلينت قابل شلة مدرسين غريبة جدا، كل واحد أغرب من التاني. المدرسة ريبيكا كانت حاطة زر إنذار وأول ما حد يلمسها البوليس يجي على طول. ومدرس الألعاب ويد كان مهرج رسمي ودايما مش جاد. ومدرس التوعية الجنسية دوج كان محرج بشكل مؤلم ومش عارف يتعامل مع الناس. وكمان كان في واحد اسمه تريسي باين عليه لسه مش لاقي الشجاعة يعيش على طبيعته. كلينت بيبص حواليه وما لقاش حد يلفت نظره، فقرر يكلم حبيبته القديمة لوسي. اتكلموا شوية كلام حلو والجو بقى رومانسي شوية، وفجأة ويد بيظهر لهم تاني. التلاتة قعدوا يتكلموا عن رواية كلينت اللي بتقول عن واحد اشترى قارب مسكون، بس ويد قال له بإحباط يا عم القصة دي مكتوبة قبل كده. بعد ما بيمشي لوسي ودت كلينت لحد فصله، وهو في السكة كان بيشتكي وبيقول إن ويد مستفز. لوسي ابتسمت بهدوء وقالت هو في الأصل حبيبي. كلينت وقف مكانه مش عارف يعمل إيه من الإحراج. أثناء الحصة كان في ولد اسمه باتريوت وصاحبه دينك بيستهزئوا من شيل اللي وشها كان مليان بطور غريبة. كلينت حاول يخلي الجو حلو في الفصل بس باتريوت ما عملش المطلوب، وكمان شغل موبايله جوه الحصة. لما كلينت وبخه الولد طلع له بكلام تهديد وقال لو لمستني هقول انك حاولت تتحرش بيا. كلينت اتعصب قوي بس حاول يمسك نفسه ويشيل الغضب. بعد شوية فهم ان باتريوت هو نفس الولد اللي كتب الشتيمة على عربيته الصبح. كلينت قرر انه يتجاهل الشياطين الصغار دول وصار يطلب من الطلبة يساعدوه يقرأ أول نسخة من روايته. ساعتها الولد الهادئ كالفين رفع ايده عشان يقرأ، لكن باتريوت رجع يتنمر على شيل تاني. طلع عايز يسحب ضفائرها لكن وهو بيجرها شد جزء من فروة راسها معاه. شيل انفجرت على طول، قفزت على باتريوت وعضته في وشه. كلينت جري عشان يفصل بينهم بس خدشته كمان وهي كانت بتصرخ زي حيوان مفترس. شيل جريت بره الفصل. كلينت سحب باتريوت وهو بينزف ووداه أوضة الممرضة. في نفس الوقت الحارس ريك أخيراً حصل على الفطر السحري بتاعه وابتدى يحس إنه في عالم تاني جوه عربيته. خلال الاستراحة كلينت رجع للمعلمين وحكى للوسي عن المشهد المرعب اللي حصل. في مكان تاني دينك واجه شيل وسألها ليه عضت باتريوت، بس شيل فجأة نطت عليه وعضته كمان. الملعب بقى فوضى عارمة في ثواني. وفي نفس الوقت وايت شاف لوسي وكلينت بيضحكوا مع بعض جنب ساحة الباسكت بول وده خلاه يغار على طول. بعد شوية ريك حس إن في حاجة مش تمام خالص لما شاف طفل مصاب بياكل أبوه. اتجنن واتصل بنائب المدير سيمز وقال له على اللي شافه، بس ريك كان لسه في المخدر ومش قادر يكون جملة كاملة. مع كده سيمز قرر يروح يشوف بنفسه. أول ما طلع بره مجموعة من الأطفال المصابين هجموا عليه ومزقوه، وفي نفس الوقت باتريوت المصاب بقى أكتر وحشية وابتدى يتسلل لمكتب المدير. في الكافيتيريا ريبيكا كانت مرعوبة وضغطت على زر الإنذار بتاعها، وإيد أخيرا فهم قد إيه الموضوع خطير وودى الكل جوه المدرسة عشان يلم نفسه، بس بصعوبة قفل على العيال المجانين بره. في نفس الوقت باتريوت كان عامل فوضى جوه المكتب وخرب كل خطوط التليفون. بعد شوية الشريف ديفو وصل المدرسة، بس أول ما حاول يهدي واحد من الأطفال الطفل عض صباعه بالكامل، وهو بيصرخ من الوجع ركض لعربيته وساب المكان، بس اكتشف إن في طفل مصاب ورا الكرسي الخلفي. بعد شوية هو كمان لقى نفسه ضحية زي الأول،
وإيد حس إن البوليس مش هيفيد، فقرر يمسك الأمور بنفسه. بس فجأة باتريوت هجم عليهم. كلينت اتدحرج على الأرض، وريبيكا على طول طلعت سبراي الفلفل وبترشه في وشه. باتريوت اتلخبط وزعل ولف وهاجم مدرس تاني بدل كده. اتخانقوا جامد وانتهوا محبوسين جوه الدولاب. الباقيين من المدرسين استغلوا الفرصة وهربوا ورا ويد جوه المبنى، وفي الزحمة لقوا كالفين الصغير. الخبر الحلو إنه ما كانش مصاب لسه، فجابوه معاهم. بس شيل فضلت تجري وراهم بوحشية، واضطروا يقفلوا نفسهم جوه فصل. بره باتريوت كان فتح باب البوابة الرئيسية، ونزل عدد كبير من الطلاب المصابين جوه المدرسة. دلوقتي هم محتجزين. الطفل قال كلهم عندهم جراثيم. في الأول محدش صدق كلامه، لحد ما المعلم دوج هز راسه بجد وقال هو صح. دوج بدأ يبص على البثور اللي على شيل عشان يفهم الفيروس شغال ازاي. بس بعد شوية شيل بتهرب تاني، وإيد اقترح إنهم يجروا على مواقف العربيات. بس كلينت هز دماغه وقال لازم يروحوا مكتب المدير عشان ياخدوا مساعدة. المجموعة اتقسمت في الآراء، والتوتر بدأ يعلى بينهم. بعدين لوسي دخلت عشان ترتب الأمور. قالت بلاش خناقة، هنستنى لحد الساعة التالتة لما أهالي العيال يجوا وياخدوا أولادهم، وبعدين هننبه الناس من على السطح. الكل وافق على مضض، بس لوسي لاحظت الخدش على دراع كلينت، وإيد على طول حبسه جوه أوضة الحجر الصحي. دوج دخل وراه عشان يفحصه، ولقوا إن كلينت مصاب برضه، بس بطريقة مختلفة عن العيال. كان عنده سخونية، بس لسه مسيطر على نفسه ومفيش أي تصرفات عنيفة منه. لما الباقيين سألوا إزاي دوج عرف كده، رفع إيده بطريقة غريبة وقال عشان أنا اختبرت سوائل جسمه. المكان سكت كده لحظة. الوقت مر لحد ما بقى الساعة التالتة عصر. المدرسين خدوا كالفين وطلعوا السطح عشان يطلبوا مساعدة من الأهل اللي تحت. لكن الأم اللي كانت هناك ما انتبهتش إن في حاجة غلط، كانت مشغولة في الموبايل وعمرها ما خدت بالها من اللي بيحصل حواليها. في الوقت ده ابنها ريسل ركب العربية وبدأ يعض أخوه الصغير، وبعدين اتجه يهاجم والدته كمان. فجأة ولاد المدرسة مسكوا تريسي، ولما بصوا كويس اكتشفوا إن اللي ماسكه هي تمارا، وصدمة أكبر إن تمارا ما كانتش مصابة. بعد كده باقي الأولاد شافوهم وكلهم جريوا بسرعة ودخلوا الجيم، لكن حظهم ما كانش تمام. المصاب دينك ماسك دوج، ومن غير تفكير ويد مسك طفاية الحريق وبيضرب دينك على دماغه لحد ما دماغه انفجرت. في الوقت ده لوسي كانت بتهدي 2 عيال فاضلين، وقالت لهم إنهم لو ما تعضوش أو اتخدشوا هيبقوا تمام. بعدين تمارا قالت بهدوء أنا اتخدشت، وكان في علامة دم على ظهرها خلت لوسي مش قادرة تتكلم. على طول بتاخدها للحمام وعزلتها. دوغ كان شغال في موضوع العلم وفتح جثة دينك عشان يدرس الفيروس. بره ريك كان لسه في عربيته مسطل ومش واخد باله إن الدنيا بقت جحيم. في نفس الوقت لوسي واجهت ويد، سألته ليه عنيد كده مع كلينت. ويد اعترف في الآخر إنه كان ناوي يخطب لوسي، بس لما شاف ابتسامتها مع كلينت اتضايق خالص. وفي تقرير تشريح جثته الحقيقة طلعت الفيروس خلى العيال تتعفن وهي عايشة، أجسادهم لسه شغالة بس ما بقوش بشر. لوسي بتسأل طيب كلينت وتمارا اتخدشوا ليه ما تغيروش؟ دوج جاب نظرية الفيروس مش بيأذي غير العيال اللي لسه ما وصلوش البلوغ. وفجأة النور طفى والبيت كله غرق في ظلام. اتضح إن باتريوت هو اللي قطع الكهرباء. الناس كلها اتنرفزت وبدأت تدور على كالفين، لأنه كان نايم نوم عميق عشان عنده سكر وكان محتاجه بسرعة. وهم بيدوروا على حلوى سمعوا صوت خراخيش مرعب طالع من الحيطة. مقبض الباب اتحرك لوحده ببطء والكل حبس أنفاسه. في النور الخافت لوسي همست لويد مش هقدر اتجوزك. الباب اتفتح فجأة والكل صرخ، بس طلع عامل النظافة مستر هيتاشي. قبل ما يقدروا يروقوا الأولاد المتوحشين دخلوا الصالة وبيجروا وراه لحد غرفة الغلاية. لوسي كانت مش قادرة تستنى عشان تلاقي سكر لكالفين، بس هيتاشي بيدور في كل جيوبه وملقاش حاجة. وبعدين الراديو اشتغل مع إنذار طوارئ، البلد كلها تحت أوامر إخلاء، مفيش أي إنقاذ جاي. لما الأمل بدأ يختفي كلينت قام في الآخر قال مش ممكن نقعد هنا ونموت. جاب فكرة جريئة إنه يزحف جوه مجاري التهوية وياخد شوية حلوى من ماكينة السناك لكالفين، بعدين يروح للصالة ويجيب مفاتيح العربية. بما إنه هو أصغر واحد قرر يروح لوحده. قبل ما يمشي سلم شنطته لتريسي، وتمارا بتعطيه حقنة عشان حظه يكون كويس. كلينت دخل في المجاري والمدرسين كانوا على التواصل مع بعض عن طريق الويكي توكي، بس بدل ما يشجعوه ويد كان متخانق معاه على طول. لوسي أخيرا فقدت صبرها، صرخت انتوا الاتنين اسكتوا، وطلعت جوه مجرى الهواء عشان تلحق كلينت. وصلوا أخيرا لصالة المدرسين. كلينت حاول يجيب سكاكر من الماكينة، بس الفلوس كانت دايما بتتوقف وده خلاه يتجنن.
لوسي قدرت تمسك مفاتيح العربية بتاعت ويد وحاولت تتصل بالمساعدة، بس كل التليفونات كانت مقطوعة. وفجأة دخل ولد زومبي على عجلة في الغرفة. كلينت لما شافه اختبأ ورا ماكينة البيع، لكن في اللحظة دي الماكينة ابتدت تشتغل. الصوت جذب انتباه الزومبيز. الولد الزومبي صرخ وراح يجري عليه وعمل ضجة لدرجة إن باتريوت سمعه وطلع يجري عليهم على طول. كان كلينت مش قادر يدخل مجرى الهوا من غير ما ياخد سكاكر الأول. بعد كده هو ولوسي ابتدوا يتسلقوا تاني، بس باتريوت كان وراهم على طول. كلينت رمى السكاكر ناحية مكان اختبائهم وزحف في طريق تاني عشان يشتت انتباه الأطفال الزومبي. هم قفلوا على نفسهم في أوضة تانية وقفلوا التهوية واحتجزوا الأطفال الزومبي فيها. بس كده كان معناه إن الزومبي بدأوا يتحركوا ناحية الباقيين. كلينت بسرعة حذر الكل عن طريق الراديو. المدرسين قفلوا الأبواب لكن اكتشفوا إنهم محبوسين برضه. تريسي بدأ يصرخ بشكل هستيري، وفي الأثناء دي كلينت ولوسي كانوا سوا في النور الخافت. أخيراً اتكلموا مع بعض بجد. كلينت اعترف إن السبب الحقيقي اللي رجع عشانه لإلينوي كان بس عشان يشوف لوسي تاني، وكمان اعترف إنه مش كاتب روايات خالص، هو بس مدرس أولى ابتدائي في نيويورك. الجو كله اتغير وبقى هادي ورومانسي شوي. ساعتها كلينت جات له فكرة علاج ممكن للفيروس. في حتة تانية باقي المدرسين كانوا بيتكلموا عن أحلامهم كأنها جلسة علاج أخيرة قبل ما العالم يخلص. بعد شوية لوسي كلمت بقية المجموعة عن طريق الراديو وعيد رد عليها. أخيرا اعتذر وقال إنه كان غيران من كلينت الكاتب وهو مجرد مدرس تربية بدنية. كلينت رد بصدق واعترف بفشله وتمنى لهم كل السعادة. بعدين كشف عن خطته الجديدة إنه يسمم العيال المصابين عن طريق حلوى فيها دواء. العملية ابتدأت. ويد كان القائد وجمع شوية أسلحة من كل حتة. المعلمين أخيرا لقوا الشجاعة يردوا، بس كلينت ما كانش واخد باله إن إشارة الراديو بتاعتهم اتسمعت على راديو شحن تريك وكمان عند باتريوت. وفي الآخر الكل اجتمع في المدخل جاهزين يجروا على العربية. في الأول كل حاجة كانت ماشية زي الفل، بس بعد كده عيال الزومبي دخلوا عليهم زي الموجة. ويد مسك قاذف بيسبول وفضل يضرب من غير ولا كلمة وهو بيغطي خروجهم. ولما بقوا قريبين من المخرج هيتاشي فضل ورا وضحى بنفسه عشان يمنع الهجوم. الباقيين وصلوا للعربية لكن ويد فضل ورا عشان يحميهم. رمى المفاتيح لكلينت. لوسي صرخت ورفضت تمشي، بس كلينت شدها بالعافية ودخلها العربية. وهم بيعيطوا شافوا ويد وهو بينهشوا الزومبي وسط الهجوم. العربية اشتغلت وهربوا من الكابوس ده، لكن الخطر ما كانش انتهى لسه. باتريوت كان متسلق على السطح في الخفاء. لما البنزين قرب يخلص باتريوت فجأة مد ايده من الشباك عشان يمسك كلينت. كلينت داس على الفرامل جامد وبعدين رجع بالعربية للخلف بسرعة وبيدهس باتريوت في شجرة بصوت طرطقة عالي. كده الخطر انتهى على طول. هم ركبوا العربية وراحوا على البلد دانفيل ولقوا المكان فاضي خالص. البنزين خلص وما كانش قدامهم غير انهم يكملوا على رجليهم. وفي محل إلكترونيات شافوا الأخبار بتقول إن الوباء انتشر بسرعة في البلد كلها وإن الباحثين وصلوا لمصدره المحتمل، مصنع فورت تشيكن المشهور. لما دوغ فكر إن قطع الدجاج ممكن تكون فيها فيروس اتحمس وقال لو هنقدر نجيب واحدة من الدجاج دي يمكن أقدر أعمل لقاح. ولسه كان بيكمل كلامه شافوا فوج من عيال الزومبي بيجري عليهم بسرعة. قلبهم كان بينط من الخوف، فالجروب بيجروا على أقرب عمارة وطلع إنها ملعب أطفال. جوه لسه باين آثار حفلة كانت فاتت وقطع الدجاج المصابة متبعثرة على الأرض كلها. دوغ ما ترددش، ماسك واحدة على طول، ولحظة ما عمل كده عيال الزومبي حصروا الملعب وكلهم محبوسين ومش عارفين يعملوا إيه. كانوا حاسين إن ما فضلش حاجة لحد ما ويد ظهر بشكل بطولي ودخل مع عامل النظافة مستر هيتاشي. ويد صرخ وهو بيبخ بخاخ عشوائي حواليه يلا ادخلوا العربية أنا هوقفهم. والجروب بيجري من الملعب وقدروا يسكروا على الزومبي جوه. أخيراً وصلوا للعربية والسواق طالع ريك ولسه مخه مشوش من الفطر ومبسوط. قال واو أنا بحلم دلوقتي. كلينت لاحظ رشاش ويد وحذره المية مش هتوقفهم، لكن ويد ابتسم وقال دي مش مية دي بنزين. بعد ما كل الناس خرجت بأمان ولع عود كبريت وفجأة الملعب كله ولع نار. وبكده يكون فيلمنا انتهى. شكراً على المشاهدة ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة واستنونا في الجديد. سلام.